عيب. سألت هي عندها كام سنة الست دي علشان تتجوز. لو اتأخرت يبقى خلاص راحت عليك يا معلم. أول ما المخرجة إيناس الدغيدي أعلنت جوازها ناس كتير ما سألتش هي مبسوطة ولا لأ، سألت هي عندها كام سنة الست دي علشان تتجوز. وده خلاني أسأل نفسي ليه المجتمع عامل لكل واحد فينا جدول زمن؟ الغريب إن كل ما واحدة تنجح أو تحقق حاجة في حياتها بعد سن معين يطلع نفس السؤال، هي لسه هتعمل دلوقتي؟ مش فات الأوان بقى يا طنط ولا إيه؟ مين اللي حط جدول الحياة ده؟ نفسي أشوفه ونفسي أعرف هو مين. الفكرة هنا بقت بقى مش عن إيناس خالص، بقت عن ضغط المجتمع على فكرة السن. مين قال إن لازم نتخرج في سن معين ونتجوز في سن معين ونخلف في سن معين والا يبقى فاتنا القطر؟ اللي شد انتباهي في قصه ايناس الدغيدي مش الجواز نفسه، لكن رد فعل الناس. كأن اكبر انجاز في الخبر بالنسبه للبعض انها اتجوزت في السن ده، وده خلانا افكر احنا ليه بنقيس عمر الناس بالارقام ومش بنقيسه بالرضا. الحقيقه ان في ناس بتنجح وهي عندها 25 سنه، وناس تانية حياتها بتبدأ أصلا بعد سن 40 أو 50. في ناس بتقابل شريك حياتها متأخر لكن بتعيش معاه أجمل سنين عمرها مقارنة بأي شخص تاني اتجوز من بدري. المشكلة إن المجتمع بيبيع لنا فكرة خطيرة جدا، إن في ميعاد لازم تلحقه. الناس مستعدة تسامحك على أي حاجة إلا إنك تعيش حياتك بطريقتك، اوعى. مع إن الحياة عمرها ما كانت سباق، كل واحد فينا له توقيته، ظروفه، اختياراته. يمكن علشان كده اكتر الناس اللي بتكون مرتاحة هي اللي بطلت تعيش على توقيت الناس، اشتغلت على نفسها، بنت حياتها، استنت الشخص المناسب من غير ما تقبل بأي علاقة لمجرد انها تلحق القطر بتاعكوا ده. اكبر وهم عايشين فيه ان السعادة ليها سن. واضح ان المجتمع مش بيحب يشوف حد بيحقق حلمه بعد الميعاد اللي هو حددهوله. الناس مستعدة انها تسامحك على اي حاجة الا انك تعيش حياتك بطريقتك. عيب. المجتمع عامل جدول زمني لحياتنا كلنا بس نسي يبعت لنا نسخة منه. الناس مستعجلة على حياتك اكتر منك على فكرة. السؤال هنا بقى، لو حد حقق حلمه بعد ال50 نقول انه اتأخر ولا نقول انه وصل في الوقت المناسب ليه هو؟ ايه اكتر جملة بيقولها المجتمع عن السن والجواز وانتم شايفين انها محتاجة تتغير؟